سنة 1770 الطبيب جوزيف بريستلي، وده أول مخترع ومكتشف للمياه الغازية أو المياه المكربنة، استخدم فقاعات الكربون في إنه يعالج مرض الطاعون، ولكنه فشل ذريع. وده لحد سنة 1783 لما قام يوهان ياكوب شيفيه، أعتقد إن الاسم باين قوي، ضاف مادة فوارة للمياه الغازية اللي اخترعها جوزيف بريستلي، وكان اسمه مشهور بياكوب شويب. علشان كده سمى الاختراع ده شويبس، وبدأت تنتشر الموضوع وينتشر صناعاته في المياه الغازية اللي سماها بشويبس على مستوى العالم سنة 1792. الموضوع بدأ ياخد صيت عالي جدا على مستوى العالم، لدرجة انه بدأ يوزع مشروب شويبس العالمي ده على مستوى الوطن العربي كمان، وكان من ضمنهم مصر. حتى يومنا هذا، لا